لسه ما تعرفش، فاحنا النهارده في مدينه يكاترينبورغ رابع اكبر مدينه في روسيا، جايين نتكلم في موضوع يهم ناس كتير وناس كتير سالت عليه، وهو الدراسه والشغل في روسيا. هل اعرف اوازن ما بين الاثنين واوفق ما بينهم ولا لا؟ هل اعرف احول فلوس لاهلي في مصر؟ هل اعرف ادفع مصاريف جامعتي ومصاريف انا الشخصيه بنفسي ولا لا؟ بما ان انا النهارده في السنتر جيت لصاحبي مخصوص شغال هنا في مطعم عشان افهم منه كل المواضيع دي، وهل هو عارف ازاي يوازن ما بين كل الكلام ده. من غير كلام كتير يلا بينا نساله ونفهم كم معلومه منه. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا جدعان احنا داخل المحل دلوقتي، واحمد هناك وهو رايح شغال. تعالوا معانا كده نشوف الدنيا وناكل كده وبعد كده نكمل الفيديو. يلا بينا. انا مش فاهم ايه ده بصراحه، لان اول مره اجرب اكل صيني. هو دي شوربه صيني على ما اعتقد يعني، ودي حاجه عامله زي الكبده كده ورز وجمبري. احنا حبينا نجرب حاجه خفيفه لان احنا كنا واكلين قبل ما نيجي يعني وكده، فهناكل ونقول راينا برضه في الاكل الصيني. يلا بينا. احمد يا شباب شغال زي ما انتم شايفين. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ انا عامل ايه؟ زي الفل. كله تمام. طبعا انت شغال هنا بقالك فتره ولا ايه الدنيا؟ بقالي 6 شهور. طيب يا احمد، زي ما كلمتكم يا جدعان احمد هو نساله في كل التفاصيل، بس عشان انا شايفه شغال فهنتكلم بره براحتنا ولا ايه؟ تمام. نتكلموا بره؟ مشكله. طب احمد معانا وطلعنا بره المطعم خالص عشان نتكلم براحتنا في كل التفاصيل. ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، اخبارك عامل ايه الدنيا معاك هنا في روسيا؟ الحمد لله كله تمام. زي الفل. الحمد لله. زي ما انت شايف احنا عاملين فيديو النهارده عن الشغل وعن الدراسه، وازاي انت موفق ما بين الدراسه والشغل، وهل لقيت شغل بسرعه في الاول ولا لا، وايه المشاكل اللي واجهتك عامه ما بين الدراسه والشغل. انا عندي 22 سنه، جاي روسيا من سنه ونص كده تقريبا، جاي ادرس طب هنا ان شاء الله، بشتغل زي ما انت شايف في المطعم يعني. هل اول شغلانه دي ليك ولا اشتغلت حاجه قبل كده؟ لا، اشتغلت طبعا حاجات كتير، ان انا اوصل لمرحله زي كده او اوصل مثلا لمشرف الطباخين او حاجه زي كده، دي محتاجه مجهود. طب انت بقى في الاول اكيد كنت جاي نقول لغه من الاخر. يعني انا كانت لغتي زيرو خالص. ما كنتش عارف اي لغه. احمد ما كانش عارف اي لغه يا جدعان قبل ما يجي، عشان الناس اللي بتسال في حوار اللغه. والله في الاول انت بتيجي عشان دراسه، بس بعد كده بقى بتحاول تخفف عن مصاريف عن اهلك. التحويلات هنا بيبقى في فرق عمله كبير طبعا، فعشان كده انت بتحاول توفق ما بين الدراسه والشغل. والله ده حاجه حلوه. يعني انت بتشتغل كام يوم وبتدرس كام يوم في الاسبوع والله مثلا؟ انت بتقسم الجدول دلوقتي في يومين في الاسبوع هنا اجازه رسميه، سبت وحد يا شباب. بعد كده 5 ايام بقى بيبدا من الاثنين وينتهي الجمعه. طب انت بتشتغل كام يوم في الاسبوع حاليا؟ والله دلوقتي انت بتشتغل سبت وحد، ده يوم كامل بتشتغل في الشغل. بعد كده 12 ساعه وممكن توصل ل 14 ولا بتوصل 14 براحتك ساعه يعني لما يكون في ضغط عشان الاجازات وكده. بس بعد كده بقى في ايام الدراسه بتقسم انت الجدول بتاعك، بتروح الجامعه في الاول، بعدين بتيجي من الجامعه بتروح شغلك. تشتغل كام ساعه مثلا في الايام العاديه اللي هي فيها دراسه مثلا، وبتخلص دراسه الساعه كام؟ والله على حسب، لو مثلا وراك محاضرات من الساعه 8 للساعه 12، ممكن تبدا من 1 وتخلص 12 بالليل، 10 ساعات. يعني انت بتشتغل مثلا في رينج في ايام الدراسه 5 ساعات اقل حاجه، وماكسيموم مثلا 8 ساعات 10 ساعات بالكتير، بس اللي هو بتنزل تجيب مصاريفك والدنيا دي. بتجيب مصاريفك وتساعد اهلك، وبيزيد معاك فلوس كمان لو انت اجتهدت على نفسك. في شهور برضه في الاجازه بيبقى فيها يعني 3 شهور بالظبط كده. ايوه الاجازه الاجازه بتشتغل فول تايم بالظبط كده. بالظبط كده انت بتسعى بقى. احمد يا جدعان بيشتغل برضه مظبط دنيته في ايام الدراسه، لما بيخلص دراسه بينزل على الشغل سواء 5 ساعات سواء 8 ساعات، هو مظبط دنيته. بالنسبه بقى لايام الاجازه هو شغال 12 ساعه او 14 ساعه. بالنسبه للمصاريف والقبض هنا يا احمد مقارنه بمصر، معظم الناس اللي بتشوف الفيديو من مصر اي حد سعر يا جدعان هيقولوا يا احمد او بيقبض كام مثلا بالروبل. الناس اللي عايزه تعرف بالدولار تقسم على 100، الناس المصريين تقسم على 2 هيجي لك على طول السعر بالمصري. طب بتقبض كام هنا يا احمد شغل فول تايم 12 ساعه، ولو بتشتغل 5 6 ساعات ازاي بيحسبوها هنا؟ والله في الاول خالص، اول ما جيت اشتغلت في مطاعم الوجبات السريعه. في الاول كان القبض يعني مش كبير قوي، يعني انت لما تعمل في 12 ساعه بتاخد 2000 روبل مثلا في اليوم. من 2000 روبل وطالع ولا 2000 روبل؟ 2000 روبل ونازل. ده في الاول لما كنت بالظبط كده بدون لغه الشغل ده ولا؟ هو بدون لغه. يعني انت لو في هناك بيعرفوا انجلش شويه، اللي هم موظفين بقى بيبقوا روس شباب كده زيك، بيبقوا عارفين انجليزي شويه فبيساعدوك. ايه الشغل اللي اشتغلته مثلا بعد الشغل ده؟ والله ده قصتي، يعني اتنقلت من كذا المطعم لمطعم. هل في فرق ما بين المطاعم في القبض اليومي؟ طبعا. بتتعامل زي الروس من ناحيه القبض دي ولا بيبقى في فرق؟ لا بصراحه لا مفيش اي عنصريه، مفيش اي فرق. انا دلوقتي بقول لك دي مصر في روسيا، انا مشرف طباخين، يعني مشرف على تقبض كام مثلا؟ كان قبضك الاول بيبدا من 2000 روبل،
ده اللي هو اعلى حاجه يعتبر، بس ده كان كده. اقل شغل هنا في روسيا يعتبر. ايه المرحله اللي بعد كده وصلت لها وكنت بتقبض فيها كام؟ والله المرحله اللي بعديها رحت مطعم تاني اللي هو زي برجر كينج هنا في تمام. روسيا. والله اشتغلت برضه مرتبه اعلى يعني من 2000 و2200 شويه اعلى شويه ده. يعني هو مش حاجات بسيطه بس. أيوة فاهم. بعدين بقى بتطور نفسك انت بقى في اللغه وفي الشغل، بتفهم الشغل مظبوط والكلام يعني ده كله. في الاول حاجه كانت لغتي ضايعه خالص، فاول ما مارست مع الروس وكده لغتي اتحسنت شويه. تمام. بعدين بقى حبيت ايه اعمل حاجه لنفسي او اتعلم حاجه مع الدراسه برضه يعني. تمام. فانا قلت لا انا لازم اتعلم اكتر وامارس اللغه اكتر عشان الروسي بتاعي يقوى. بس فرحت مطاعم روسيه بقى، والمطبخ بتاعه كان ايطالي نص روسي. تمام. بس فالناس كلها روس هناك. فتعلمت تساعدك شويه في تطوير اللغه طبعا. بالظبط كده. كان بقى المرتب بيعلى اكتر، مثلا من وصلت لكام مثلا؟ 3000 روبل مثلا. يعني هو بدا يا شباب ب 2000 روبل، بعد كده 2200 2500، بعد كده وصلت معاه ل 3. ده اللي هو شغل 12 ساعه. لو بالمصري قسم على الاثنين 3000 روبل يعني 1000 ونص مصري، بالدولار يعني حوالي 30 دولار بالظبط. مظبوط. ده في اليوم 12 ساعه. طب الايام مزبوط. بقى العاديه اللي انت كنت بتشتغل فيها 5 و6 ساعات مثلا، كنت بتقبض كام مثلا؟ بيحسب لك بالساعه هنا، يعني الشغل هنا في ساعه المطاعم مثلا في رينج كام؟ من 300 ل 320 مثلا. تبقى مسؤول عن كل حاجه في المطعم يعتبر، بالظبط سواء كده. اكل سواء نظافه سواء الكلام ده كله. يعني احسن حاجه في الشعب الروسي يا جدعان مفيش عنصريه. يعني انا اديني مصري واديني بشرف على الروس، يعني في المطعم انا بروح اشرف على الروس هناك، يعني مفيش اي عنصريه، مفيش فرق ما بينك انت وما بين الروس. مفيش عنصريه يا جماعه. احمد يعني من كلامه ما شافش اي عنصريه، لدرجه ان هو شغال على روس، هو المسؤول عن الروس نفسهم. مظبوط. فبصراحه حوار جامد ده بصراحه. طب انت حاليا بتقبض كام؟ انت مسؤول ووصلت لحاجه عاليه وبقالك سنه واللغه معاك كويسه بسم الله ما شاء الله، تقبض في رينج كام في اليوم اللي هو 12 ساعه فول تايم؟ والله لو 12 ساعه مثلا في رينج 4000 روبل مثلا. ده حد اقصى ولا حد اعلى؟ والله على حسب ايامك بقى وعلى حسب البونص اللي بينزل لك. يعني اعلى حاجه بتوصل لها 4500 في اليوم في المطاعم. 4500 بتوصل ل5 ساعات ولا لا؟ بتوصل ل5 لما ايام الاجازات مثلا. يوم الاجازات مثلا بتشتغل اكتر، فبتوصل معاك ل 4.5 و5000 روبل في اليوم. فاهمك. يعني احمد شغال دلوقتي يا جدعان مشرف عن طباخين في المطعم، بيقبض حوالي 3000 ونص ل 5000 روبل، يعني حوالي بالمصري 2000 ونص في اليوم. طيب انت ازاي توفق ما بين الاثنين؟ وازاي هل بتبعت فلوس لاهلك في مصر ولا لا، وبتدفع مصاريف جامعتك ولا اهلك اللي بيدفعوا لك مصاريف الجامعه؟ في الاول حاجه انت ما بتحسبهاش بالمصري لما تيجي تقبض، عشان الناس بس اللي بتسمع الفيديو يعني يقول 2000 ونص في اليوم. 2000 لا ونص يلا في اليوم. بينا احنا طالعين على روسيا حاليا. لا يا جدعان ما كده. بتتحسبش كده. والله انت اول حاجه عندك مصاريف دراسه، مصاريف اكل، مصاريف شرب، مصاريف مواصلات، مصاريفك الشخصيه. طبعا على حسب انت بقى دنيتك مسسمها ازاي، على حسب مصاريفك برضه بتفرق من شخص لشخص. ايوه طبعا لازم تحافظ على نفسك وتبص القرش ده رايح فين. طب انت حاليا مثلا هنقول ان انت بتقبض 5000 في اليوم مثلا، بتظبط فلوسك ازاي؟ يعني مثلا المواصلات بتكفيك كام في اليوم؟ يعني عامه زي اي حد بتصرف كام في اليوم مثلا وبتعرف توفر كام؟ هل بتبعت لاهلك في مصر ولا بتوفر الفلوس دي للدراسه؟ مظبط الكلام ده ازاي مثلا؟ والله انا بظبطها على اساس ان انا في الاجازه بشتغل بسدد مصاريف جامعتي. 3 شهور الاجازه يا جماعه اللي هم الاجازه ما بين الدراسه وكده سنه والسنه، 3 شهور اجازه، انت بتنزلهم كلهم كل يوم ولا مظبطها والله ازاي؟ مش كل يوم، يعني مثلا يوم 5 مثلاً. اثنين. الجدول مثلا بيبقى اسبوعي، كل اسبوع بنزل 5 ايام ويومين اجازه بس. بتوفر مصاريف الجامعه من فلوس الشغل في الاجازه. بالظبط كده والله. وفي الدراسه برضه بشتغل بحيث ان انت تبقى معاك مصاريف، عايز تعمل حاجه بعدين، عايز تشتري عربيه تطور من والله نفسك. يعني ده على حسب انت عايز ايه. يعني انت ممكن في 3 شهور الاجازه تسدد مصاريف جامعتك خالص. يعني انت لو اشتغلت 3 شهور بجد هتسدد مصاريف السنه كلها ولا الترم؟ مصاريف السنه كلها. ايوه بس 5000 يا احمد برضه او 4000 في اليوم مش قليله. حتى برضه اللي شغال تاكسي هو بيصفي اعلى شويه، بس برضه يعني في مخاطر تانية كتير. انت شغال في مطعم، على ما اعتقد اكلك في المطعم لو جوعت فانت بتوفر مصاريف اكل، بتوفر مصاريف كتير. مزبوط. المواصلات، انت المطعم اللي انت شغال فيه على ما اعتقد قريب من السكن بتاعك ولا بعيد؟ والله هو بعيد شويه، يعني هو لما بيروح تاكسي على حساب المطعم. على حساب المطعم كمان. طبعا. المواصلات كلها ولا بس والله لا، لو انت مروح عشان ما بيبقاش في باصات متاحه وترامفاي وكده، ده معظم الشغل هنا يا جدعان بيروحك على حسابه. يعني بيروح اي حد عامل عنده بيروحه على حساب المطعم، يعني مظبوط. بيطلب له تاكسي وبيروح. طيب انت كده بالنسبه لمصاريف الجامعه انت بتدفعها من فلوس الشغل في الاجازه. مظبوط. بالنسبه بقى للايام العاديه بتمشيها ازاي؟ هل هي مصاريفك انت الشخصيه؟ هل بتحول فلوس مثلا مصر فاضت؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انت دلوقتي بتشتغل تمام، بتسدد مصاريف جامعتك، بيبقى في فلوس فايد معاك. قد ايه مثلا؟ كتير ولا قليل؟ والله على حسب برضو مصاريفك وعلى حسب جامعتك بكام. يعني مثلا في طب ب 300,000 روبل، في هندسه ب 250، في اداره اعمال ب 200,000 روبل. يعني الحاجات دي طب وهندسه في حاجات ب 50 وب 60,000 روبل. يعني
يعني دي بتبقى تقريبا دوام جزء او حاجه زي أيوة. كده. ممكن تحول مثلا كل فتره كده حاجه مصري مثلاً. ليك تسندك في وقت مثلا ما معكش فيه فلوس، مظبوط. لاخوك الصغير، لاهلك، تساعدهم، الكلام ده كله. مظبوط. بس انت طبعا يعني اكيد مش عايزين نقول كلام كده ولا كده، بس انت اكيد هاين نفسك في الشغل من الاخر. والله لازم او اللي هو تجري على هاين نفسك هدفك. في الشغل وفي الدراسه. يعني لازم تجري على هدف، في هدف انا عايز احققه، فان شاء الله احققه. الهدف يا جدعان لازم انت حدد لنفسك هدف عشان مظبوط. توصل له. احمد عايز يقول لكم كده عشان بس الناس اللي بتيجي تانية ودماغها بتروح في حاجات تانية بس. لا، اللي بيجي هنا يا باشا بيبص لحاجات تانية ده لا مش بينجح، بيقعد سنة او سنتين او حاجة زي كده وبيرجع لمصر، ما بيكونش ولا دخل جامعة ولا درس ولا عارف لغة ولا عامل فلوس حتى. بشوف ناس مش معاها حق التذكرة عشان ترجع اصلا وبتبقى كاسرة والله. طب حاجة أخيرة بقى بالنسبة للجامعة، انت ازاي مظبط حضورك مع الجامعة؟ هل مثلا في واجبات بتفوتك، في حاجة محاضرات بتفوتك، بتكنسل محاضرات ساعات؟ والله بص انا عايز اقول لك على حاجة، يعني بالنسبة للبراكتيكا العملي لازم تحضره، ده كده كده في الطب بالذات. يعني والمحاضرات النظري لو ما رحتش مثلا هل هتفهمها مع نفسك ولا لا؟ هو صعب هل جداً. مثلا جه في يوم مثلا وفاتك محاضره ومثلا رحت للدكتور تاني يوم قلت له انا كنت شغال وانت في المحاضره، انا اهو بدرس برضو الدكتور بيقول لنا ساعات لو انت عندك شغل عادي سيب المحاضره واطلع. فعلا. لو مثلا عايز تروح اي مكان سيب المحاضره واطلع. فعلا لو انت وراك شغل تمام وميعاد الشغل جه وانت في المحاضره ولسه ما خلصتش، انت ممكن تستاذن من الدكتور وتمشي عادي وتروح شغلك. متساهلين جدا معاك ان انت عارفين ان انت اجنبي وعايزين يساعدوك باي حاجه في ايديهم يعني. بس جامد والله. زي ما انتم شايفين يا جدعان احمد ما قصرش في حاجه، سواء هو بيبعت فلوس لاهله، سواء بيدفع مصاريف جامعته، سواء مصاريفه الشخصيه. بص يا جدعان معظم الناس اللي بتيجي هنا هي مش عارفه هي عايزه تعمل ايه، يعني الفكره الرئيسيه هدفك. ناس كتير بتبقى جايه اول ما بتيجي هي هدفها في مصر موجود، اول ما بيجي هنا بيشوف الدنيا، بيشوف الحياه، تفكيره وعقله بيتغير 180 درجه، يعني بيفكر في حاجات تانية خالص. لا انا هطلع على اوروبا، لا الحياه مش ظابطه معايا، لا والله يا جدعان. يعني الفكره كلها ان انت تفكر صح وتظبط ما بين الدراسه وتظبط ما بين الشغل، هتلاقي الدنيا متسهله جدا. ما تروحش بقى تبص للبارات، ما تروحش تبص للخروجات، ما تبصش لواحد صاحبك مصاحب بنات قد كده وكل يوم بيستوري شكل، ما تبصش لكل الكلام ده عشان تعرف تنجح في البلد دي. بالله عليكم يا جدعان في ناس كتير جت هنا ونجحت، وفي ناس جت كتير هنا وهوبا مش عارف يروح الجامعه اتفصل. طب هو كاسر دلوقتي مش عارف ينزل مصر، طب انا انزل مصر ولا اطلع على اوروبا ولا اروح اعمل تصالح مع الحكومه عشان اعرف ارجع تاني روسيا؟ طب وليه دخلت نفسك في الحوارات دي كلها؟ ما انصحش اي حد يعمل الكلام ده ويشوف هو جاي هنا ليه وعايز يعمل ايه. بخصوص اوروبا يا جدعان انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو اجتهدت هنا ودوست على نفسك اقل من سنتين هتكون عامل بيزنس لنفسك بيدخلك فلوس اكتر ما تكون في اوروبا تشتغل عامل هناك. يعني انا بشوف هنا ناس كتير عامله بيزنس، مطعم شاورما. ايوه في ناس هنا عرب كتير وهنعمل فيديو عن الكلام ده ان شاء الله. جايب عربيه ويشغل بيها، انت فاهم؟ سهل هنا يا جدعان تعمل مليون يعني، بس عايز اجتهاد من النفس، عايز بقى انت في هدف قدامك انت بتمشي عليه. انت دلوقتي بتقبض حوالي 4000 او 5000. هو القبض عامه في روسيا للروس اللي اسمعه ان هو بيبدا مثلا اقل حاجه 3000 لحد مثلا 15000. في ناس بتقبض 15000 في اليوم، يعني حوالي 7000 جنيه مصري. وليا ناس صحابي هنا مصريين بيقبضوا في اليوم الواحد 6000 و7000 مصري، يعني 12000 روبل. بس يا جدعان هي ما بتتحسبش كده، انت مصاريفك هنا في اليوم يعني برضه بتتحسب بالروبل على ما اعتقد. يا احمد احنا اتكلمنا في كل حاجه في الفيديو وكل الناس اللي كانت يهمها الموضوع ده، ولا انت شايف ايه؟ اهم حاجه هدف تمشي عليه بس كده. من الاخر يا جدعان احمد جاب الخلاصه بصراحه. وهقول تاني كل واحد يركز هو جاي هنا ليه، جاي دراسه جاي شغل، واحمد نموذج عارف يوفق ما بين الاثنين. في ناس كتير ما بتعرفش توفق ما بين الاثنين، فانت فكر قبل ما تيجي مليون مره. هل انا هاجي اعرف مثلا ادفع مصاريف جامعتي اول سنه ولا لا؟ هل اللغه بالنسبه لي عائق؟ احمد في الاول واجهته مشاكل زي ما قال لكم يعني، فهي ولا هي ماشيه حلوه على طول ولا هي ماشيه وحشه. مظبوط. حدد لنفسك هدف، اعرف انت بتعمل ايه، واستنونا في اللي جاي، وان شاء الله نكسر الدنيا الفتره الجايه. فيديوهات شغل كتير وهنقابل كذا حد وفيديوهات دراسه، فاستنوا اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.